وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. في الفيديو بتاع النهاردة معلش هقسمه نصين. النص الاولاني كروت، آه هنخليه 3 انصاص. الكروت بتاعت النهاردة. النص التاني ترقية الكروت. النص التالت البرنامج الاوتو كليكر للناس اللي لسه مش عارفين يشتغلوا على الاوتو كليكر. تمام. الجزء الاولاني هروح للكروت بتاعت النهاردة. ده شكل الكروت بتاع النهاردة في الليجل. تمام. ادي الكارت الاولاني. تمام، اللي هو لازم في البنت ده اول كارت. تمام. عندنا الكارت التاني هيبقى شورت سكوير. والكارت ده خلي بالكو، يعني بصوا ده 25 مليون. يعني اللي هيرقيه اصلا هيخسر فيه 20 مليون. يعني اللي هيرقيه هيخسر فيه 20 مليون. فخلي بالكو، يعني شوفوا هو عندكم هياخد كام. انا عندي المفروض هياخد 18,000 حاجة زي كده. تمام، لكن في الاكونت الكبير واخد 5 مليون وشوية عندي. تمام. الكارت التالت، الكارت ده كارت لسه نازل جديد. المفروض طبعا لو انت عندك 9 اصدقاء فيما فوق هيكون مفتوح عندك. تمام، لو عندك 9 اصدقاء فيما فوق هيكون مفتوح عندك. طيب، الاسبوع ده احنا اتهرينا كروت مقفولة بسبب موضوع الفريندز. نعمل ايه؟ نروح للشق التاني. الشق التاني اللي هو نرقي الكروت، وخصوصا الكروت اللي تحت. هنخش على كل الكروت، والكروت اللي تحت زي كده. تمام، ده 75 عليهم 3000 ماشي. ده عليه مثلا 150 عليهم 6000 جميل جدا. بص، على كل 100000، على كل 100000 500 فيما فوق. كان الأول أنا كنت بقول 1000 من فترة عشان فعلا كنا محتاجين الكلام ده. دلوقتي على كل 100000 لو في 500 فيما فوق، تمام، يعني ال 100000 تجيب لنا 500 ماشي. فانا عندي ال 150000 دول جايبين 6000، يعني تقريبا 100000 جايبه لي 4000 وشويه. جميل جدا. تمام، تبتدي ترقي الكروت. ده الكارت الاولاني اللي المفروض ان انا فتحته من شويه. تبتدي بقى ترقي الكروت. تمام، بتاعتك زي ما هي. طيب، رقي على قد ما تقدر، يعني فلس نفسك، عاوزك تصفر العداد بتاعك. ده الحل الوحيد بديل الكروت. طيب، الحل بالنسبه بقى لبرنامج الاوتو كليكر. يا جماعه، يا جماعة، ده برنامج الاوتو كليكر اهو. اهو ده شكله. تمام. سيبك من اول صف تحت، والصف اللي تحت منه، اللي فوق منه، تالت صف من تحت. ده برنامج الاوتو كليكر. تمام، بيظهر لي بالشكل ده. جميل، يعني اول لما اسطبه بيظهر لي بالشكل ده. بعمل ايه؟ بضغط موافق. حولني على ايه؟ على قائمة الاعدادات. في حاجة اسمها امكانية الوصول. يعني هو حولنا على قائمة امكانية الوصول. مش عارف اوصل لقائمة امكانية الوصول من خلال برنامج الاوتو كليكر. نعمل كده الغاء. انا عندي الاعدادات اهي. تمام. تاني، عندي الاعدادات اهي. بنزل. امكانية الوصول فين؟ امكانية الوصول فين؟ اهي تحت الادارة العامة، اللي هو الجنرال، اللي هو بتاعت بالانجليزي. يعني طبعا انتوا مش عارفين في الانجليزي بتسطبوه ليه؟ يعني انتوا المشكلة عندكم مشكلة في الانجليزي، بتعملوا موبايلاتكم انجليزي ليه؟ ما هو العربي زي عمركم شفتوا اجنبي بيعمل انجليزي يا اولاد؟ تمام، هتلاقوا في عندكم حاجة اسمها التطبيقات المثبتة تحت. جميل، او التطبيقات التي تم تثبيتها بنضغط عليها. تمام، ونروح على برنامج الاوتو كليكر ونعمل له تفعيل. خلص موضوع الاوتو كليكر. هروح افتح برنامج الاوتو كليكر اهو. تمام، هو ريمايند بي ليتر، انا مش عايز ان انا اديله تقييم دلوقتي خالص يعني، ولا تمكين. فتح برنامج الاوتو كليكر، ايه المشكله؟ تمام. طيب، انت اول مره تشتغل على الاوتو كليكر، نبهت. ادي ال... البوت اهو على سبيل المثال. تمام، من السهم الازرق ده بضغط اودي البتاع ده في المكان اللي انا عايزه. اعمل ادي صابع، ادي اتنين، ادي تلاتة. مثلا انا هشرح لك على 3 صوابع، انت ممكن تزود 4 5 زي ما انت عايز. الصابع الاولاني هتعمله مثلا 40. تمام، والتاني 40. تمام، وزي ما انا قلت ده فرق الضغطة ما بين الضغطة والتاني 40. تمام. لما اجي اشتغل هو يبدأ يشتغل. اشتغل شوية، يعني مثلا نزلت 2000 ولا حاجة، وقف ومغير مكان الصابع. تمام كده، واشتغل. تمام، وقف وغير مكان الصابع. ما... ليه؟ عشان ما تعملكش حظر. لان البوتات دي بدأت تتابع برنامج الاوتو كليكر. الناس اللي بتستخدمها بتروح ايه؟ موقف الحظر. وراجع اعمل مثلا على ده 60. تمام، وخلي ال 42 زي ما هو، وخلي ده 55 مثلا. جميل، واشتغل. هتلاقي في اللي بيطلع بطيء وفي اللي بيطلع التاني مش واضحة ليك. لو عملت ده 700 مثلا، بص رقم واحد هيطلع السرعة عاملة ازاي.
مفيش. بص بدأ يبطئ السرعة على الكل. تمام. الرقم اللي انت تكتبه ده كل ما يقل، ده الفرق ما بين الضغطة والتانية. تمام. فانت يعني ده برنامج الاوتو كليكر، وده طريقة الشغل عليه. ما تنزلش عن 40 عشان ما يتعملكش حظر. مرة تانية اشتراك في الروبوتات الجديدة تحت الفيديو، والتفاصيل على الواتس، رقم الواتس موجود تحت الفيديو. تمام. واي حاجات جديدة لو عايز تتابع معانا تابعنا على الواتس طبعا تحت الفيديو. سلام عليكم.